بسم الله. حبيت أحكي عن الصواريخ اللي انضربت اليوم على الإرداحة. حبيت أحكي بفيديو لأنه رايدكم تفهموا علي منيح. هلأ بعد 5 سنين من الثورة والأحداث بسوريا، بعتقد بس لازم تفكر شوي قبل ما تنط وتفرح وتهوبر وتشوبر بأي خبر بدك تسمعه. أقل شي فكر فيه، يعني شوي. بعد 5 سنين لازم توصل لمرحلة تفكر شوي بالخبر قبل ما تعمل أي تصرف، إن كان انبساط فيه أو يعني انزعاج منه. لازم تفكر فيه. هلأ الخبر كتير دسم، مادة كتير دسمة. صواريخ انضربت على مدينة القرداحة، معقل النظام ومعقل آل الأسد. يعني خبر كتير حلو، خبر يعني كتير بتنط فيه وكذا، وخاصة إذا إجاك واحد مثلا ذكي وقال لك ما نديم بالوش بيقول لكم دائما على العمليات الأمنية داخل العمق، ونحن لازم نعمل عمليات أمنية داخل العمق. وهي يعني هي صواريخ انضربت على القرداحة، ونحن هن لازم يذوقوا اللي ذقناه، وهن لازم ما بعرف إيش، وهن لازم. طيب هلا خبر كهيك، خبر كتير حلو، بفرح، خبر يعني ممكن يثير الهبو وتكبير وهالكلام، لكن قلت لك فكر شوي. طيب صواريخ على الأرداحة. طيب أنا بدي أفكر ثم ماذا بعد هذا. دائما اسأل حالك ثم ماذا بعد، يعني شو في بعدين. يعني أنا لما ضربت الصواريخ على الأرداحة، طيب شو رح يصير؟ طيب أنا ما رح ناقش هلا، رح أعطيه مثل صغير. حلب. حلب صار لها بتنقصف 3 سنين، الجزء التابع للنظام بنقصف 3 سنين بكل يعني كل أنواع القذائف اللي بدك إياها، ومات كتير كتير منهم. ملاحظة، حلب سنية، مدينة سنية بالغالب. وما بس هيك، مدينة عندها حقد قديمة على النظام إذا بدك، يعني بس بالثمانينات يعني حلب تفتشت بيت بيت، وما بعتقد في عائلة حلبية إلا في عندها كليم أو جريح أو أسير من الموضوع. ومع ذلك لما الجزء هذا قرر يكون مع النظام وانت عم تقصفه صار لك 3 سنين، شو كانت النتيجة؟ ولا شيء. طبعا ما رح لك انه زادوا مع النظام، لا لا ولا شيء. انت ما استفدت شيء، اقل شيء انت ما استفدت شيء. طيب ما بالك بالارداحة؟ طيب خلينا هون نحن نفكر شوي، فكر شوي كيف لعبة النظام. يعني السؤال، هل يا ترى العلويين كلهم بيحبوا هالنظام؟ هل يا ترى الطائفة العلوية العامة، يعني عموم أهل العلويين، هن يعني مستعدين يضحوا بروحهم ومالهم مثل ما عم يسووا هلا مشان النظام؟ لا لا أبدا. العلويين لو بتعرفهم، النصيرية لو بتعرفهم وانت قريب منهم وبتعرف طباعهم وبتعرف كيف تفكيرهم، وبتعرف إذا بدك إنه هن بيكرهوا النظام مثل ما بتكرهوا، يمكن أزود بشويها. يعني كتير منهم بيكرهها، خاصة الطبقة الفقيرة المعدمة. انت بتقول لا ان عندهم واسطات، انت ما عم تشوف العلويين بسوريا يمكن 5 مليون. انت عم تشوف ال 5 مليون طبقة كتير صغيرة هي اللي عندها واسطات، واللي عندها ما بعرف ايش، واللي عندها اموال، واللي عندها. لكن العلويين بمجملهم فقيرين معدمين مظلومين من النظام نفسه. اذا بدك بيكرهوا للنظام، اذا بدك من قلبهم من جواتهم. بس لما شاف العلوي حاله اختار بين اثنين، بين انه هو يندبح هو واولاده ومرته، اطفالا صغارا كبارا شيوخا ما بعرف ايش. وهذا الشيء صار، شافوا بعينه مثلا باحد الغباء الغزوات اللي صارت مثلا على اساس. وبين بشار الاسد، لا يا محلاك يا بشار الاسد، لا بقى اذا بدك ما بصير محلاك، مستعد دافع عن بشار الاسد بروحي ودمي ومالي، لانه اخر مع كل شيء يعني اهون من انه اندبح انا ومرتي واولادي. لدرجة إذا بدك أنت بالضيعة اللي اقتحمته علي، نسيت شو كان اسمها، تلا يمكن. ها في أنت اللي قلت مو أنا اللي قلت إنه واحد قتل مرته وأولاده حتى لحاله بعدين قبل ما نوصل عليه. من كتر ما نحن قال أنت مبسوط، لا لا ما هو من كتر. واختار بين اثنين فبيختار بشار الأسد. طيب مين سوى له الاختيار بين اثنين؟ ما أصلا هي القاعدة، اللعبة اللي عم يلعبها النظام كلياتها مع هاي الطائفة والأقليات كلياتها، إنه بدوني أنتو بده يذبحوكم كبارا صغارا أطفالا. بتيجي طبعا فيديو أنت علوي طبعا يعني. هلا طبعا شو بيقولوا؟ نديم بالوش عم يقول ما تقتلوا العلوية، نديم بالوش بحب العلوية. يعني هدول السفهاء. ركز. إذا هذا الصواريخ لما بدها تنزل، طيب أنت برأيك هي بدها تخدم النظام بهالقاعدة؟ هذا السؤال. لما بدها تخدم النظام بهالقاعدة بتقلي طب معناتها أنت كل عمليات مشروع بتقول عمليات أمنية داخل العمق،
كمان نفس الشيء بدي اقول له لا 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 لا. انا دائما لما بحكي لك على العمليات الامنيه داخل العمق ركز مزبوط. انا ما بقول لك اياها هيك مطلقا عمليات امنيه داخل العمق روح فجر، لا لا. انا قلت لك كثير مرارا وتكرارا انه العمليات الامنيه داخل العمق اذا ما كانت ضمن شروط فهي بتنقلب عكسيه 180 درجه. يعني بتنقلب كل شيء عكس. يعني كل شيء حطيت اموال وطاقات وممكن قتل معك رجال استشهدوا، اخر شيء بتكون النتيجة عكسية 180 درجة لصالح النظام او لصالح الجهة اللي انت عم تستهدفها، عكسية يعني انت بتخدموه. ما اصلا كثير لعب مخابرات بيسووا حتى ينتخب رئيس، حتى بامريكا حتى ينتخبوا رئيس معين ممكن يسوي اي عملية امنية هيك وتوقف، بدعموا وجهة نظر هذا الفريق. او العمليات الامنية داخل العمق من احد اهم شروطها الاستمرار. اذا ما استمرت العمليات الامنية داخل العمق استمرت وما قدرت الدولة، ليش؟ ما قدرت الدولة تمسك العالم اللي هن عم يشتغلوا داخل العمق، فهي إذا ما قدرت هون بتجي تفيدك العمليات الأمنية داخل العمق، لأنه بتحقق الهدف الأول وهي إفقادهم ثقتهم بدولتهم. لما بيفقدوا الثقة بالدولة وإنه هي الحامية لإلهم، هيدي أحد أهم أهداف اللي بتحققها العمليات الأمنية داخل العمق. 2، العمليات الأمنية داخل العمق لازم ما تحصر الطائفة اللي بدك تستهدفها بزاوية انه انا بتهددهم بالفناء، كبار صغار اطفال بدي اقتلكم، بس وصل لكم بدي اقتلكم، صغار كبار صغار اطفال نساء. طيب قطة، قديش القطة صغيرة؟ هلا حط حالك محل القطة، اذا بتحصرها بزاوية قديش شايفتك كبير كثير، مع ذلك شو بتسوي؟ تهجم عليه، تستأسف، بتصير اسد. هذه القطة، كيف بالك بني ادم بده ينذبح صغير وكبير لما انت بتحشرهم كلياتكم؟ سنقتلكم ايها العلويين، سنفنيكم ايها العلويين، سنبيدكم ايها العلويين. هو انت عم تخدم النظام بتصير اكثر. اما اذا بتستهدف طائفة تستغل خلاف مثلا، اذا طبعا لازم يكون هون حدا يعرف الخلافات، مو تروح تجيب لي المغربي والتونسي وتجيب لي الواحد حتى من اهل الداخل اللي ما بيعرفوا شيء عن هالطائفة ولا داخلين فيها ولا متعمقين فيها ولا. بدك تجيب ناس بتعرف الطائفة، بتعرف قراها، بتعرف طرق تدعينها، بتعرف لهجتها، بتعرف طباعهم، بتعرف كل شيء. بده يكونوا من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها. هذول نفسهم اللي أنت خونتهم وعذبتهم لا، أنت بدك تجي حتى تعرف خلافات. أنت ما بتحصرهم، بتصير بزاوية بتستغل الخلافات. بتقول أنا بدي استهدف اللي بوقف مع آل أسد مثلا، ما بستهدف اللي بوقف مع آل جديد. اللي آل جديد مين هذول؟ إذا أنت آل جديد ما بتعرفهم كيف جاي تقاتل؟ كيف جاي تقاتل؟ آل خير بيك، آل خير مثلا، او فرق علوية طرطوس علوية لادية. تقول لي ليش شو فرق بيناتهم؟ ما علوي؟ لا حبيبي، في فرق. الناس الاثنين بيكرهوا بعضهم، الموضوع يطول. بدك اهل مكة اللي ادرى بشعابها. فانت لما ما بتحصرهم بزاويه بتقول لهم انا اللي من علوية طرطوس، انا ما رح استهدف علوية طرطوس على اساس انه هن مالهم شبيحه بين قوسين الى غيره. فانت لما بتستهدفهم انت ما بتحصرهم بزاويه وحده، خلص بده يستأسد، بيعرف انه له منجا ثاني. اخر شيء هو وقتها هو بيتخير. شوف كيف قلبت الايه، انه انا واولادي ولا الاسد. بيقول لك ينعن ابوه للاسد وينعن ابو نظام الاسد. وبنفس الوقت هذا الضابط اللي عم يقاتل بدرعا ودير الزور وسويدا والقامشلي واقف عم يقاتل، لما بدك تحكي معه وخيه واحمد وعلي ما يقتلونا بدنا نروح، بيقول لك ينعن ابو الاسد عن نظام الاسد. اقل شيء بده يقولوا نحن شو لنا علاقه بالسويدا، نحن شو لنا علاقه بدرعا، خلينا نحافظ على هيك. اقل شيء اقل شيء. وقتها انت شوف هذا العمليات الامنيه داخل العمق، طبعا هذا كلام يطول. فهذول الصواريخ اللي ضربتهم انت، يا ترى هن حققوا الشرطين، فقدوا ثقتهم بدولتهم؟ طيب نقطه هون خلينا نناقشها. انا اذا بدك، اذا بكون محل النظام هلا حتى العب على الروسي، بتقلي ايش النظام بدي العب على الروسي؟ انت بتعرف النظام حتى العب على الروسي، تمام؟ اذا بتعرف انت الارداحه وبتعرف مطار حميمي، اذا بتعرف يعني يمكن حياتك ما رايحه اليوم، وانت هلا عامل حالك قائد عام الجبولاني والما بعرف ايش والما بعرف مين والاحرار الشام. شوف الجبله والحميميم، تمام، هن على مستوى بعيدين عن بعضهم كيلومترات قليله كثير. الجبله هون، مطار حميميم هون، والارداحه مقابل بعضهم على نفس الخط الافقي، يعني اللي بوصل على الارداحه، تمام، بوصل على مطار حميميم. طيب فانت احسن ما تزت على مطار حميميم، اذا يكون محل النظام انا، تمام، اذا قال لي الروسي انا بدي اوقف لهون، وصل عقوبين مثلا بالساحه،
بدي اوصلها هون، خلص انا امنت جبلة مثلا، انا شو بسوي؟ بزت صاروخ، انا هيك بعمل نظام، حط صاروخ على الارداحه مع حماميمه، بقول له ليك اسا خلينا نقرب اسا شوي لقدام، خلينا نقرب شوي لقدام مثلا روسي، هي احد الفكر. هو الروس شايف انه ما في داعي هلا مثلا هالقصه، بيقوم لا بيقول لا والله في داعي، ليك وصلوا على الارداحه مثلا لازم اضرب. فاذا كان اللي ضرب الصواريخ اليوم، تمام، هي دول اقليميه حبت تساعد او حبت تزيد اللعب شوي، اعطتهم احداثيات، اعطتهم صواريخ، اعطتهم انه على اساس هلا حسوا انه لازم يشتغل عمليات امنيه داخل العمق، واخيرا بعد 5 سنين. فهذا العمليات الامنيه داخل العمق بهالصواريخ الغبيه، هذا غباء مطلق، وراح تنقلب 100 اسألوا خبير، راح تنقلب 180 درجة لصالح النظام. إذا بضربوا من هلا 10 سنين بالصواريخ ما راح تفيد شيء، الشغلة مو صواريخ. العمليات الأمنية داخل العمق مو بس أنا زدت صواريخ، بدك تفهم الطبيعة العلوية كياتها، تفهم الخلافات بيناتهم، طباع كيف بدك تعرف كيف تشتغل، وبدك تعرف لوين بدك توصل. يعني أنت لما أنا بدي أشتغل مشروعي، كان مشروعي الكبير، مو المشروع اللي قالوا لكم عليه تجربة كيماوية وضحكوا عليكم فيه، هذا كان لسه أول شيء، كان بس بدي كل هالشغلة بدي أستفيد منها بعدين. أنت لما بدك تشتغل هذا المشروع بدك تعرف لوين بدك توصل، بدك تعرف إنه أنت هدفه لهذا المشروع، مثلا هذا العمليات الأمنية داخل هدفه إنه أنت تسوي هجرة من محل لمحل، تسوي تفوتوا العلوية ببعضهم، تسوي خلخلة واضطرابات، وتسوي وهن العائلات الضباط الكبار موجودين في قرى اللاذقية وجبلة، وتدخل الدنيا بعضها يتزلزل وتقسم ظهر النظام، تزلزل أركان النظام، ووقتها تستفيد منه بشغلة تانية، تستثمر على هذا الشيء محل تاني. والله العظيم، والله العظيم لما بتلاقي ناس تفهم المشروع اللي العبد الفقير، اللي أنا إن شاء الله في تصوير معين رح أطلع أحكي فيه بالتفصيل، ولهلا أنا عم تحفظ أحكي بالتفصيل، لعله نقدر يعني تجي جهة ما تعرف تفهم تدعم هذا العمل، بس لعله لازم احكي فيه بالتفصيل، لما رح تنذهل. اقسم بالله، اقسم بالله لما لو بيطبق هالمشروع اقسم بالله ما بيطول النظام باذن الله عز وجل، من 3 ل6 شهور باذن الله، ولا تستردوا كل مناطقكم. لكن عليك تفهم اللعبه تماما اخي الحبيب، مو الشغله بس انا زدت الصواريخ وهبوا. لا تكون مثل تذكر اخوي لما كان العرعور الشيخ الاسلام اللي هو قتل رئاسف شوكات وقتل منير شليبي، بس سبحان الله يطلع هذا شو كان اسمه، هذا الخبيث، هذا شو كان اسمه، زهير الصديق. السؤال الاول وين زهير الصديق؟ السؤال الثاني ما بقي ولا وسيلة اتصال، لا انترنت ولا واتساب ولا ما بعرف شو اسمه هذا البرامج ولا تليفونات. بيطلع يقول له إلى العميل رقم 1 انتظر الساعة 0 وتوقف هيك الله أكبر أبو لك عقلك وينه يا محمدي، يا محمدي عقلك وينه؟ لك ما شفتوا إنه عم يلعب فيك وعم يضحك عليك؟ لا ترجع نفس القصة إنه بس إنه خلص سمعت صواري الله أكبر هبو، لا فكر. وبعدين هذا الصواريخ أنا شو رحت فيه؟ شو هدفها؟ شو؟ أسأل الله أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد، وأن ينصرها على من عادها، وأن يعيدها إلى منهج نبيها ولسيرته بحقها. والله العظيم لنبيك هو أذكى الناس. السلام عليكم ورحمة الله.